أطلقوا عليه اسم بابا مرزوق. كان ذكره يكفي لبث الرعب في النفوس. وكان هذا المدفع مهيباً بطول 7 أمتار ووزن 12 طناً، كما كان مداه يناهز 5 كيلومترات، وهو ما لم يكن معهوداً آنذاك. لكن في العام 1683 شارك بابا مرزوق بواقعة حربية ستكسبه عداء الفرنسيين. فخلال الحصار البحري الذي فرضه الأميرال الفرنسي دوكان على الجزائر ثم أعقبه بقصف شديد، اضطر حاكم المدينة الداي بابا حسن إلى التفاوض معه. فانقسم أهل العاصمة إلى رأيين: أنصار إبرام السلم وعلى رأسهم الداي بابا حسن، وأنصار الاستمرار في الحرب ضد الفرنسيين وتتزعمهم طائفة الرياس. وكان الرياس من قدام القراصنة الذين أسلموا واستقروا في الجزائر. من بين هؤلاء الرئيس حسين ميزو مورتو الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، فكلف أحد أتباعه بقتل الداي بابا حسن وتزعم تيار الحرب في المدينة، لا سيما وأن دوكان بعد أن طلب الإفراج عن أسرى فرنسيين وحصل على مراده طلب من الجزائر أن تدفع له 1.5 مليون ليرة كتعويض عن خسائره. فأرسل الداي الجديد حسين ميزو مورتو إنذاراً إلى دوكان بأنه لو استمر في قصف المدينة فسيقوم بتصفية المسيحيين الموجودين فيها، وهذا ما حصل بالفعل. وسرعان ما تم اعتقال قنصل فرنسا في الجزائر الأب جان لوفاشي، وكان مقعداً، ثم ربط بفوهة المدفع وقذف باتجاه البحر. وكذا حصل ل20 فرنسياً آخرين. بعد سنوات قليلة، وردا على قصف الجزائر العنيف من جانب قوات الماريشال جان ديستري، قذف بابا مرزوق في ظروف مشابهة أندري بيول، وهو القنصل الذي خلف الأب لوفاشي. بفعل هاتين الحادثتين راح يلقب بابا مرزوق بالمدفع القنصلي. وحين احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 كان بابا مرزوق في طليعة غنائم الحرب التي استولى عليها الفرنسيون. اليوم يرتفع بابا مرزوق وسط القاعدة البحرية بمدينة بريست غرب فرنسا. ورغم إنشاء لجنة وطنية في الجزائر لاستعادة بابا مرزوق عام 96، إلا أن المفاوضات بين الفرنسيين والجزائريين لا تزال تراوح مكانها. فهل يعود بابا مرزوق بعد طول غياب إلى حضن الوطن؟